في القاهرة صارت قصة. اليوم كان الأهلي مع الزمالك. قبل 5 أيام رابطة دوري المحترفين في مصر بلغت الأهلي والزمالك أن عندكم مباراة في الدوري جدولناها بعد 5 أيام. طبعا عشان يلحق يجيب طاقم تحكيم أجنبي، لأنه في اتفاق أنه الناديين الأهلي ما يلعب، يقول إذا ما حكام أجانب أنا ما ألعب المباراة. والزمالك الفترة الماضية قاعد يقول يا أخي حكام المصريين والحكام، يعني القصة اللي موجودة في كل الدوريات لازم تلاقي فيها فريق مسوي لك قصة في موضوع التحكيم بالذات. فالزمالك معترضين كان على أداء الحكام المصريين، فاتفقوا الآن جاء الرابطة الدوري المحترفين عندهم في مصر قررت إقامة المباراة اليوم الثلاثاء. الأهلي قال لنا ما راح ألعب المباراة إذا ما يكون في طاقم تحكيم أجنبي. الزمالك فجأة غير رأيه قال لا أوكي أنا ألعب بطاقم تحكيم مصري. قيمة اليوم حضرت المباراة، حضر في المدرجات جمهور الأهلي وجمهور الزمالك والملعب فل. الأهلي قال ماني جاي وراح تدرب في النادي وما حضر المباراة. الآن نظاما يعني يعتبر أنه الحكم، طبعا الحكم الدولي المصري محمود بسيوني هو اللي قاد اليوم، المفروض كان يقود المباراة، وأطلق صافرته بإلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد ما تواجد 15 دقيقة إلى جانب فريق الزمالك اللي تواجد في الوقت المحدد. الأهلي كان أصدر بيان اليوم الظهر يعترض فيه على إقامة المباراة طاقم تحكيم مصري، وطالب طاقم تحكيم أجنبي، ورفض الزمالك أيضا في بيان وراه بعده. اليوم من الظهر للمغرب قصة في مصر بين الأهلي والزمالك. فالزمالك طلع بيان قال لا أنا لا أقبل، ولازم تقام المباراة بطاقم التحكيم الذي أعلن عنه الاتحاد المصري أمس. طبعا تحركت حافلة فريق النادي الأهلي من مقر النادي وتوجهت، يعني من مقر إقامة الفريق في المعسكر الخارجي، طبعا كانت خارج مقر النادي، وتوجهت لمقر النادي في مدينة نصر اللي قريب من استاد القاهرة، لكن ما توجهت إلى ملعب المباراة. وأعلن النادي الأهلي عن تحمله قيمة تذاكر جماهيره في هذه المباراة، وقرر يرجعها لكافة جماهيره. في قصة عاد صارت في الجوانب. وزارة الرياضة المصرية تدخلت مع يعني عند اتحاد القدم المصري، قالت عشان نحل الموضوع الظهر، فصار اتصال بين وزارة الرياضة المصرية مع وزارة الرياضة السعودية اليوم، وقالوا يا جماعة ساعدونا، احنا عندنا مشكلة الفلانية نبغى طاقم تحكيم. فتم الاتفاق أن يرسلون لهم حكمين، حكم الساحة وحكم الفيديو. حكم الساحة الهويش محمد الهويش، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويطلعوا على رحلة مصر للطيران من الدمام إلى القاهرة، وراح تحاول وزارة الرياضة المصرية تأجيل اللقاء 24 ساعة. الزمالك قال لك نوي، أنا حضرت انتظرت، الفريق يعتبر منسحب. شوف كان قصة قريبة من سالفة صارت قريب عندنا في الدوري، لكن نشوف نتيجتها النهاية هل بيعدلون ولا لا. كابتن سمير عثمان، ايش رايك في المشهد هذا؟ مشهد سيء بصراحة. يعني الآن نادي الزمالك طلع بيان يطالب رابطة المحترفين المصرية بنقاط الديربي، قال اعطونا 3 نقاط. هو طبعا يعني هو صعب قوي انك يوم الخميس تطلع جدول تقول مباراة الاهلي والزمالك يوم ال4 ايام. كانت مفاجأة للناس كلها. خلاص عندنا مرحلة المفاجآت، بعد كده موضوع الحكام لازم يبقى فيه وضع. يعني خلاص هم اتفقوا ان يبقى فيه حكام اجانب، يبقى خلاص يبقى لازم الانديه طالما انها موافقه مع رابطه الانديه واتحاد الكره بوجود حكام اجانب. فجاه قالوا هيبقوا في حكام مصريين واعلنوا لا بس قبل تحديد المباراه قبل 5 أيام معروف انك مش هتلحق تجيب حكام اجانب، يعني اللي حط الموعد عارف. شوف اللي حط الموعد فاهم. برضه ومفيش حد بصراحه يحدد موعد قبلها ب5 ايام. مش مباراه جت مفاجاه، لا دي مباراه الدور الثاني. لازم انت تكون عارف. يعني احنا هنا معانا استاذ ابراهيم، كابتن ابراهيم طبعا عارف يبقى في اعداد بدني واعداد نفسي وترتيب المباريات من حيث اهميتها. كل ده الاجهزه الفنيه لازم تبقى عامله حسابها. فلازم اعتقد لازم المباراه دي كان يتم تبليغها قبلها بفتره معينه بالجدول بالكامل. في النهايه اللي بيدفع الفاتوره هو الحكم المصري. يعني النهارده لو كان محمود بسيوني ادار اللقاء الله يكون في عونه، لان ده انسان وبشر هيتحمل ضغوطات رهيبه، ضغوطات الاهلي وضغوطات الزمالك والجماهير. يعني ده تتخيل لو اي خطا اتعمل بدون قصد
فعلا الحكم المصري كان يدفع الفاتوره. يعني لو وما سحب، زال يعني لو الحكم سحب المصري يدفع اليوم، الفاتورة. لو طبقت اللائحه عندكم واعتبر الاهلي خسران المباراه 3-0، تمام. في انباء ان الاهلي قد يصدر قرار بالانسحاب من الدوري المصري. هي الانسحاب من المباراه عباره عن 6 نقاط، 3 نقاط بتاعه المباراه وفي 3 نقاط جزائيه بتبقى في نهايه المسابقه. ده بالنسبه لانسحاب المباراه. اما الانسحاب من البطوله دي لائحه والقرارات بتاعتها بتبقى صعبه قوي، من ضمنها غالبا الغاء النقاط والنزول إيه بس انت، للدرجه الاقل. انا وانت فاهم الاهلي لو ما يلعب في الدوري يفقد الدوري 70% من طبعاً. متابعته، يفقد أكيد طبعاً. 90% من اعلاناته، يفقد، يعني قصه مش سهله يعني. هي بص يا كابتن، وضع مش كويس وكان لازم له ترتيب قبل كده واهتمام اكتر من كده. يعني التحركات النهارده اللي حصلت، ايه المشكله كانت لما تحصل من 48 ساعه؟ يعني اول ما وزاره الشباب والرياضه المصريه كلمت وزاره الشباب السعوديه، في خلال تلاقي في المكالمه تلاقي الموضوع اتحل. طب ما كان ده يحصل قبلها ب 48 ساعه، ايه اللي يحصل؟ ليه تتوقع على الحل طول كيف بندفع؟ حتنحل في رايك؟ هتوصل ليه؟ اكيد راح يكون مش في حل هتتحل وسط، كده. لازم يكون في حل وسط، يعني لا كلمه خلي بالك الزمالك الماتش، هتمشي ولا كلمه الاهلي هتمشي. بس خلي بالك هو الماتش النهارده يا كابتن وليد اتلعب وانتهى. بمجرد ان الحكم راح وقعد الوقت اللي هو طبقا للائحه وهو حضر المباراه وكتب السكور شيت، حضر الفريق الزمالك ولم يحضر الفريق الاخر، خلاص كده الماتش اتلعب. نعم. عارف امتى كان ممكن يبقى ليها بارقه امل؟ لو طاقم الحكام النهارده ما راحش. انما اللي ودى طاقم الحكام هو الاتحاد. طيب. يبقى خلاص خلينا الموضوع نروح، صعب. خلينا نروح لفاصل ونعود. خليكم. تخيل نفسك قاعد لا بيك ولا عليك، موبايلك يرن، تسمع صوت بنتك وهي بتصرخ وفي حالة هستيرية بتقول لك الحقني أنا مخطوفة، وبيهددوني إنك لو ما دفعتش $1,000,000 فدية مش هتشوفني تاني. وفجأة الصوت اتغير لشخص بيطلب منك $1,000,000 قصاد حياة بنتك، وبيهددك إنك إذا بلغت الشرطة أو أي حد ممكن يساعدك مش هتشوف بنتك تاني. ده بالظبط اللي حصل مع الأم اللي قدامنا دي. بدأت القصة لما الأم جات لها أكتر مكالمة مرعبة في حياتها، لما اتصل بها شخص أوهمها إنه خطف بنتها وسمعها صوت بنتها وهي بتستغيث بيها وتطلب منها فدية $1,000,000 وإلا مش هتشوفها تاني، وفهمها إن هي لو اتصلت بالشرطة أو بأي شخص ممكن يساعدها مش هتشوف بنتها تاني. وكانت المفاجأة إن بنتها ما اتخطفتش، وإن دي مكالمة من شخص محتال استخدم الذكاء الصناعي في تقليد صوت بنتها بالظبط، لدرجة إن الأم لما اتسألت أنت إزاي ما عرفتيش صوت بنتك؟ قالت إن الصوت كان متطابق بنسبة 100%، لدرجة إن ما قدرتش أتخيل إن الصوت ده ممكن يكون صوت مزيف. وهنا السؤال، المحتال ده قدر يعمل كده إزاي؟ وإزاي قدر يقلد صوت بنتها بالظبط بنسبة 100%، للدرجة اللي خلت الأم تتخدع في صوت بنتها وما تقدرش تميزه عن صوتها الحقيقي؟ الإجابة الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي الأيام دي يا جماعة بيتطور بشكل رهيب في كل مجالات الحياة، ودلوقتي باستخدام الذكاء الصناعي تقدر بمقطع صوتي بسيط لأي حد تدخل على مواقع منها المجاني ومنها المدفوع أو برامج تنزلها على الكمبيوتر عندك تقلد بيها صوت أي شخص، مجرد بس إنك تكتب له الكلام اللي أنت عايز تقوله. أنت بتديله نص وهو بيديك كلام بنفس الأسلوب بتاع الشخص اللي أنت عايز توصل الرسالة بيه. ولو أنت حابب تعرف الطريقة بالظبط اللي استخدمها المحتال في إنه يعمل الفكرة دي ويقلد الصوت، استنوني إن شاء الله في الفيديو الجاي هنزل لكم فيديو عن طريقة استنساخ الأصوات. نرجع لقصتنا تاني. طب الأم اكتشفت إزاي إن الأمر ده خدعة؟ بعد مفاوضات مع المحتال وصل المبلغ من $1,000,000 لنص $1,000,000، وكانت خلاص الأم ناوية تدفع. في الوقت ده كانت بنتها مسافرة في دولة تاني علشان تمارس رياضة التزلج هي وأخوها الصغير. اتصلت بيها بنتها علشان تطمن عليها. ردت عليها الأم وهي في حالة هستيريا وبتقول لها أنا خلاص جهزت الفلوس وهبعتها للخاطفين عشان تتحرري. البنت قالت لها إن مفيش حد خطفها وإن هي بصحة جيدة هي وأخوها. وفضلوا يبحثوا ورا الموضوع لحد ما اكتشفوا الحيلة، إن في محتال خد صوتها، هم حتى ما عرفوش هو خد صوتها إزاي وقدر يعمل سيناريو الخطف ده. في نهاية الفيديو اكتب لنا في التعليقات إيه رأيك في تطور الذكاء الصناعي المخيف ده، وإيه هيكون مستقبل البشرية مع الذكاء الصناعي؟ هل هو هيكون أداة خير ولا أداة شر؟ وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأتمنى تكونوا استمتعتم بيه. وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.